السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا الأسبوع الأول في التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي الصف الثالث الإعدادي. هنبدأ بالاختبار الأول. ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. question number 1: تتميز لغة بي بي دوت نت بالتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات. ودي الإجابة بتاعتها صح، لأن لغة البي بي دوت نت بتدعم أنواع كثيرة من البيانات زي الانتجر اللي هي الأرقام الصحيحة، والسترنج النصوص، والدبل الأرقام العشرية. يعني بتقدر تتعامل مع أي نوع من البيانات بسهولة يعني. جميع أنواع البيانات التي تم حفظها في الذاكرة تشتغل على نفس المساحة التخزينية. الإجابة خطأ. يعني مثلا النوع اللي هو الانتجر مش زي الدبل، مش زي السترنج. الانتجر بياخد مساحة أقل من السترنج. تمام. الاختبار الثاني: مجموعة درجات الطلاب يصنف كبيانات رقمية صحيحة. الإجابة صح، لأن الدرجات أرقام بدون كسور، يبقى انتجر أعداد صحيحة. المتغيرات في الفي بي دوت نت هي مخازن لها اسم ونوع. الإجابة صح، يعني اسم، نيم، اسم، تايب، نوع، فاليو، قيمة، زي الدايم اكس از انتجر. الاختبار الثالث: صورة الطالب تصنف كبيانات حرفية. الإجابة غلط. الصورة مش نص، هي تعتبر بيانات وسائط بس مش حرفية. الثوابت في في بي دوت نت قيمتها تتغير أثناء البرنامج. أيوة صح، يعني الثابت قيمة ثابتة. مثال: قيمتها لا تتغير، فيبقى صح، يعني الثابت قيمة ثابتة، يعني كونستنت، مش هنعرف نغيرها. التقييم الصفي المطلوب: إعلان عن ثابت باسم باي قيمته 3.14 ونوعه دبل. طيب هو عايزه ثابت، فهيبقى كونستنت. تمام. واسمه هيكون باي. تمام. واز، تمام، الرقم اللي هو 3 بوينت ده دبل، فيبقى از دبل ايكوال 3.14%. فيبقى كونستنت باي از دبل ايكوال 3.4. نيجي بعد كده في الواجب المنزلي، أسئلة ام اس كيو. أسماء المواد الدراسية يصنف كأنها أو كبيانات حرفية. أسماء مواد، أسماء نصوص، ماث، ساينس كده يعني. الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير سيتي هي هتكون سيتي از string، لأنها مش ديسمال ولا انتجر ولا بايت، فهي هتبقى string. تمام. دي حرفية. بس وده كان الأسبوع الأول معانا من التقييم الأسبوعي والواجب المنزلي الصف الأول، الصف الثالث الإعدادي الأسبوع الأول. هنجاوب تاني، هنقول الإجابات تاني بسرعة. تتميز لغة الفي بي دوت نت بالتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات. الإجابة صح، لأن الفي بي دوت نت بتدعم أنواع بيانات كتيرة، سترينج ودبل وانتجر. تمام. أنواع البيانات بتشغل نفس المساحة التخزينية. الإجابة غلط، أكيد مساحة الدبل مش زي السترينج، مش زي الانتجر. الانتجر بياخد مساحة أقل من السترينج. الاختبار الثاني: مجموعة درجات الطلاب يصنف كبيانات رقمية صحيحة. تمام، لأن الدرجات أرقام بدون كسور، يبقى انتجر أعداد صحيحة. متغيرات في في بي دوت نت هي مخازن لها اسم ونوع. صح، الاسم نيم، النوع تايب، والقيمة فاليو، دايمت اكس از انتجر. ده مثال ليها. الاختبار الثالث: صورة الطالب تصنف كبيانات حرفية. الإجابة خطأ، الصورة مش نص، هي تعتبر بيانات وسائط يعني بس مش حرفية. الثوابت في في بي دوت نت قيمتها لا تتغير أثناء البرنامج. إجابة صح، لأنها كونستنت، والكونستنت بتثبته. عايز ان انت تعلن عن ثابت اسمه باي قيمته 3.14% ونوعه دبل، فبتقوم عامل كونستنت عشان هو قال لك ثابت، وتحط الاسم اللي هو باي، وتحط النوع اللي هو از دبل، وتحط القيمه اللي هو بيساوي 3.14%. اللي بعد كده:
الواجب المنزلي قيمة أسماء المواد الدراسية تصنف كأنها حرفية، إنها أسماء. الصيغة الصحيحة للإعلان عن المتغير، العنوان city، فهيكون دايما city as string. بس وده كان الأسبوع الأول، ما تنساش تشترك في القناة.